برغم ان منتخب المغرب خسر النهارده من فرنسا بطل العالم النسخه اللي فاتت 2-0، ولكن انا اول مره اعرف يعني ايه هزيمه بطعم الفوز. والله العظيم زي ما بقول لك كده، الهزيمه دي بالنسبه لي كمحمود بطعم الفوز. ارجعوا كده بالزمن لورا قبل البطوله دي ما تبدا، وافتكروا كده اقصى امنياتكم في البطوله دي كانت ايه. اتحدى اي حد فيكم ان هو بس كان عنده حلم اكتر من ان هو يعدي الدور الاول، مش انه يوصل لنص النهائي ويصنع المستحيل. تخيل بقى ان المغرب قدرت توصل للمستحيل ده، مهدهولك انت كعربي وتسهل لك الموضوع وتخليك بعد كده تحلم بجد بالبطوله. افتكر الجميل ده، لان الجميل ده صدقني صعب ان اي بلد تديهولك. المغرب ورجالتها بكل بساطه ادونا الامل ده. خلونا نستحقر الفريق اللي عندنا واتحاد الكره والناس دي كلها ان احنا ما رحناش لعبنا في البطوله دي بسبب تنظيماتهم الفاشله دايما وبسبب التعريض اللي احنا بنشوفه. وصول المغرب لنص النهائي ده هيكسر قواعد كتير جدا. المغرب يا جدعان قدرت تخلينا زي البني ادمين، يكون لينا فريق كده نتفرج عليه ونتابعه ونشجعه وندعمه، مش بطوله بس بنتفرج عليها من غير ما يكون لينا حد فيها. المغرب صنعت بالفعل المستحيل، خلتنا كعرب وكمسلمين وكأفارقة كلنا نحلم فيما هو قادم ان احنا ناخد الكاس ده. انت متخيل معايا العرب اللي كانوا اقصى طموحاتهم بس ان هم يصعدوا لبطوله كاس العالم، لا دلوقتي بقوا بيحلموا وبيعيطوا وبيبكوا وزعلانين جدا عشان خاطر طلعوا من بطوله كاس العالم من نصف النهائي. انت متخيل معايا بجد؟ المغرب بجد خلتنا نعيش الحلم ونصدقه، وهي قدرت تحقق في الحلم ده خطوات كتير جدا. والله العظيم كنتم رجاله، شرفتونا ورفعتوا راسنا وراس كل عرب. انتم ما اتغلبتوش، انتوا عملتم اللي عليكم والقدر بتاع ربنا هو اللي حصل. اشتغلتم على نفسكم واجتهدتم وحققتم المستحيل. مش عارف اقولها لكم ازاي والله، بس بالفعل انتوا اديتونا حلم لبكره بطريقه غير عاديه. غيرتم وجهه نظرنا وحسستونا كده ان احنا مش عايزه يعني اقول لك ايه، بس ان احنا بني ادمين نقدر نلعب كاس عالم ونقدر نوصل زي الفرق ما بتوصل كده، ونقدر نعمل حاجات كتير جدا. منتخب المغرب لعب الكل واداله على قفاه ونيمهم من المغرب. والمنتخب السعودي فشخ الارجنتين بليون ميسي، وتونس كسبت فرنسا بطل العالم 2018. انتم عملتوا اللي عليكم وما سبتوش اي حاجه بجد الا وعملتوها في البطوله دي. صنعتم التاريخ وحققتوا لينا الحلم، حفرتم اسمكم من ذهب في قلب كل عرب. ان شاء الله تاخدوا المركز الثالث لما تقابلوا كرواتيا وتدوها على عينها، وتبقوا طلعتوا من البطوله دي كلها على بعضها مغلوبين ماتش واحد من بطل العالم 2018. خلي بالك ان دي حاجه كويسه جدا انك يوم ما تطلع من بطل العالم. فرنسا فريق تقيل، واحنا لما كنا بنلعبهم كنا عارفين ان هم تقال. مش غريب ان هم يكسبونا، الغريب ان انتم وصلتم لكده. الغريب انتوا اللي صنعتوه، هم ما عملوش حاجه جديده عليهم. انتوا اللي عملتوا الجديد، انتوا اللي عملتوا المستحيل اللي احنا طول عمرنا بنشوف ان ده شيء مستحيل. انتم قدرتوا تحققوه. انتم اديتونا درس كبير جدا. على رأي نجيب ساويرس لما قالك انا على قد ما انا فرحان للمغرب انا زعلان على خيبتنا. بجد احنا عندنا في مصر هنا في موضوع الكوره خيبه كبيره جدا. مش عاوز اخش في التفاصيل بتاعه البلاوي اللي موجوده في مصر عندنا، ولكن بجد منتخب المغرب انا عايز اقول لكم كلام كتير جدا. الفيديو ده مش مكتوب له اي شيء، والله العظيم انا طالع اشكر المنتخب العظيم ده. عشان كده هتلاقي ان الكلام مش مترتب والجمل كلها داخله في بعضها. فبجد من كل قلبي شكرا على الثقه اللي انتوا حطيتوها في كل قلب عرب. شكرا على الحلم اللي انتوا حيتوه جوانا، لانه كان شيء معدوم، شيء ميت والله العظيم شبه مش موجود. احنا مين عشان ننافس ابطال العالم؟ لا انتوا لعبتوا ونافستوا وكسبتوا وما خسرتوش غير ماتش مين؟ من بطل العالم سنه 2018. يعني انتم عملتم المستحيل. اوعوا تكونوا زعلانين، خلاص اللي حصل حصل. عملتوا اللي عليكم وكنتوا رجاله وكنتوا اسود بالفعل. شفنا لعيبه بتلعب بروح الفالنه اللي هي لابساها، لعيبه عارفه يعني ايه منتخب وعارفه يعني ايه ناس بتمثل البلد بتاعتها. انتوا قدرتوا كل واحد كان دافع تذكره كده وبتفرج عليكم. بجد انتوا كنتوا قد الحته دي، ما خذلتوش حد، لا كنتوا الاخر دي يا رجال. حتى الماتش اللي خسرتوه بتاع فرنسا كنتوا بتلعبوا 100%، بس الكوره ما كانتش معانا. سبحانك يا رب، فياكم تزعلوا ومليون مبروك. بجد 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 شرفتونا. تعالوا بقى نشوف كلام النجم محمد ابو تريكه ورأيه في الموضوع ده، وقال كلمتين عظمه يجب الانتباه عليهم جدا، لان الراجل ده دايما كلامه في الجو. وصلونا ان الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كاس عالم، وهو طموحه قبل البطوله كان وصول الدور الثاني طبعا.
فتحيه كبيره وشرف بالنسبه لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما. فتحتوا لنا باب الامل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعه، وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه اشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقه. انتوا فتحتوا لنا باب امل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد، ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب، فبطوله كبيره، ملحمه، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع، وهجوميا ممتع، بدون كره ممتع، وبكره ممتع. وناحي خطفت القلوب يا ناحي. زياش اول مره اشوف بطوله لزياش منضبط من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحيه كبيره ليكوا، كبيره كبيره، شرفتونا، ولازم يستحقوا استقبال ابطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال ابطال، شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الامه العربيه والامه الاسلاميه، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحيه كبيره ليكم.